السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم. عودة انقطاع الكهرباء للمرة التانية تاني بعد رمضان. احنا بالنسبة لنا من السنة اللي فاتت من شهر 6 لما قطعتوها علينا قلت لنا الموضوع كله أسبوع، طب اتحملوا أسبوعين، طب شهر، طب شهرين، طب لحد انتهاء الصيف علشان الأحمال تقيلة من التكييفات ومن المراوح والاستهلاك جامد عشان الحرارة. بعد كده استنينا ان بعد الصيف ما يخلص هترجعوا لنا الكهرباء، لا ده مدوها لحد الشتاء كله ما انتهى. وبعدين جم في رمضان قالوا لنا احنا هنسيب لكم الكهرباء في رمضان. اللي هو ازاي يعني؟ دي كانت مكافأة مثلا ولا دي كانت اسمها ايه؟ بعد ما رمضان خلص والعيد رجعوا يقطعوها تاني. اللي هو احنا مش فاهمين يعني، هو انتوا بتعاقبونا؟ انا ليه حاسه ان ده عقاب لينا؟ يعني احنا بدال ما بتقولوا الشعب ده اتحمل والناس تعبت والناس قدرت اللي احنا فيه لان كنا محتاجين دولارات. طب انتوا دلوقتي بقى عندكم ما شاء الله دولارات وبزياده والبنك المركزي مليان واي حد عايز دولارات بتقوله في البنك بيتباع بالسعر الرسمي. طيب كانت حجتكم الاول الدولارات ما شاء الله متوفره، بتقطعوا علينا الكهرباء ليه؟ يعني انتوا دلوقتي احنا بنشحن الكهرباء الكروت وبنحطها، بتسحبوا زي ما انتوا عايزين، بتغلوا الكهرباء كل يوم والتاني ومحدش بيتكلم، بتسحبوا بالطريقه اللي تناسبكم. احنا مش عارفين اصلا هي الكهرباء بقت بكام والكروت بتنتهي وبنشحن غيرها وبرضه بنقول ماشي. لكن طالما انا بدفع لك ثمن الخدمه انت بتقطعها عني ليه؟ يعني انا من حقي الغاز والكهرباء والميه ودي ابسط امور، لكن تقطع عني الكهرباء ليه طالما انا بدفع لك ثمن الخدمه اللي انت بتقدمها لي؟ انا عمري ما سمعتها في العالم كله ان احنا بقينا في 2024 والكهرباء لسه بتتقطع علينا. احنا ساعتين اتنين ودخل علينا الامتحانات وفي طلبة ثانوية عامة والكليات والناس كلها هتمتحن. طيب الحرارة بقى لما تدخل علينا واحنا خلاص بدأت الحرارة، وانتم مش عارفين ان في ناس ما بتتحملش الحرارة؟ انا واحدة من الناس ما بتحملش الحرارة. انا اول ما الصيف بيجي من غير الكهرباء ما بتتقطع ما بتحملش. انا من الناس اللي عندها حساسية وبتفرفر طول الصيف، بموت حرفيا، انا بموت. انا ذنبي ايه تقطعوا الكهرباء كل شوية وابقى اليوم بيعدي عليا مرار وتزودوا المرار فوق المرار، ساعتين اتنين متواصلين انقطاع ليه؟ انا مش فاهمه ده عقاب لينا احنا ولا ايه؟ احنا صبرنا، احنا شعب محترم وطيب وصبور وحمول وتحملنا اللي ما فيش اي حد بيتحمل. كان واجب عليكم انتوا بقى يا حكومه تشوفوا لكم حل تاني غير ان انتوا تقدرونا. احنا اتحملنا كتير على امل ان احنا كلها شهر ولا 2 والكهرباء هترجع تاني. طب ايه يعني هيجيلكوا دولارات ايه اكتر من اللي انتوا دلوقتي بتجيلكم؟ ما شاء الله دولارات داخله ودولارات خارجه والدنيا فل دلوقتي. ايه بتقطعوها علينا ليه؟ يعني انتوا قاصدين تحرقوا دمنا؟ قاصدين تقدرونا؟ ما يعني فهمونا. هو ليه كل ما الحكومه يبقى في حاجه عندها ترميها علينا احنا؟ هو عقاب مثلا؟ عقاب لينا؟ ده انتوا المفروض تكافئونا ان احنا شعب صبور وشعب محترم وبيقول نقف جنب بلدنا. ماشي شهر واثنين وثلاثة، ده احنا داخلين على سنة. مفيش حلول غير ان انتوا تتعبونا احنا وتقدرونا، والاسانسيرات اللي بتقف بالناس والمواتير اللي عماله تعطل كل شويه. انتوا عارفين دلوقتي طبعا الاسعار المواتير دي بقت بكام، والثلاجات اللي عماله تخرب وشاشات التلفزيون اللي بتتحرق والاجهزه كلها عموما بتتحرق. مين هيعوضنا عن كل ده؟ هو ما يكفيناش ان الاسعار بتاعه الكهرباء ارتفعت؟ وبعدين لما بتقطع الكهرباء بيتقطع عننا النت وبتتقطع عننا الميه. يعني انتوا بتوقفوا حياتنا لمده ساعتين؟ لا ويقول لك قابل للزياده. اللي هو ازاي؟ انا مش عارفه. وبعدين كلمه بتستفزني جدا، هو لما تتقطع عنكم الكهرباء ساعتين و3 و4 ولا تتقطع عنكم خالص؟ لا والله. اللي هو ازاي يعني؟ هو انا مش فاهمه. يعني انتم ما شاء الله ده ايام ما كانت الشبكات قديمه ما كانتش الكهرباء بتتقطع. دلوقتي انتوا اشتريتوا محطات بمليارات جديده زيرو. طيب ايه بتقطعوها علينا ليه؟ يعني شوفوا لكم حلول تانية غيرنا. يعني الشعب اتحمل بما فيه الكفايه، كفايه المرار بتاع الاسعار، كفايه حاجات كتير قوي. الناس خلاص مش متحمله، الناس دلوقتي مفرفره من كل حاجه. احنا خارجين من رمضان ربنا عالم بينا، الاسعار يعني خربت بيوتنا كلنا. الناس بقت
حياتها كلها انها بتجري وبتنهج وبتجري باقصى سرعه علشان يشتغلوا ويجيبوا فلوس. الناس من اول ما تفتح عينها لحد ما يناموا عمالين بيشتغلوا، بنجري وبننهج علشان بس نغطي المسؤوليات بتاعتنا، ايجارات وكهرباء وميه وغاز ونت والخدمات وكل حاجه، العلاج والاكل وكل حاجه في الحياه غليت. هو ما يكفيناش المرار ده؟ بتضلموها علينا كمان. انا واحده من الناس، معلش بقول لكم انا اسفه يا حكومه، شوفوا لكم حلول تانية الا انكم تقطعوا علينا الكهرباء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.